اي حد عنده حساسية من الألبان يبقى الفيديو دوت ليه كمان. عملنا النهاردة كيكة يومية من غير ولا نقطة لبن لكل الناس اللي عندها حساسية من الألبان. شايفين الكيكة طالعة هشة وخفيفة جدا، والارتفاع بتاعها خطير. ولا الفراغات بقى ما تقوليش لعدوك عليها. وطالعة كمان اسفنجية وطرية جدا، طريقتها سهلة وخفيفة واعتمديها وصدقيني مش هتبطلي تعمليها. حتى لو انت ما عندكيش حساسية من الألبان وما عندكيش لبن هتقدري تعمليها وتبقى معاكي طعمها حلو جدا. أول حاجة نحط معانا 4 كوبايات من المية المغلية، معلقة كبيرة من السمنة، 1.5 كوباية من السكر. هنقلبهم كويس جدا وبعد كده هننزل ب2 عدد من البيض درجة حرارة المطبخ. هنقلب فيهم كويس جدا لغاية لما المكونات كلها تندمج مع بعضها. بعد كده هننزل بقى بالمنكهات بتاعتنا. عندي نوت قصنص برتقال نزلت حوالي كده بربع معلقة صغيرة، ونقطتين من قصنص الحليب. هنقلبهم كويس جدا مع بعضيهم، واول ما يندمجوا كل المكونات كده مع بعضيها هنزل ب3 كوبايات من الدقيق الابيض العادي بتاعنا. هنقلبهم كويس جدا برضو مع بعضيهم، بس طبعا مش هننسى باكو الكيك شيف. هنقلبه كويس جدا وبعد كده صينية مدهونة مادة دهنية ومتعفرة بالدقيق. هننزل بالخليط بتاعنا درجة حرارة 180 رف أوسط، وهتطلع معاكي أحلى كيكة اسفنجية من غير ولا نقطة لبن بمية.